أهلا. البودكاست اسمه ندوب. بتكلم في البودكاست عن علم النفس والفلسفة والكتب والمقالات اللي ليها علاقة بيهم، وساعات بتبقى الكتب والمقالات بالإنجليزي وأنا بنقلها في البودكاست بالعربي. وكمان بتكلم على الأدب بشكل عام، وبتكلم عن كتب ممكن تكون مش واخدة حقها من الضوء أوي. أهلا. النهاردة حلقة استثنائية سبيشال اديشن من ندوب. هتكلم فيها عن فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو. حلقة استثنائية من ندوب لأن أنا عمري ما اتكلمت في ندوب عن فيلم في البودكاست خالص يعني. بس هو يستحق جدا جدا، ومليان مشاعر كتير ودافي، وبجد سعيدة إني شفت في اليومين دول فيلم مصري بالجمال والقوة والدفى ده كله. عاوز أقول بس حاجتين مهمين قبل ما ابتدي. على فكرة أنا هحرق، فلو ناوي تشوفه لسه مشفتوش شوفوا الأول، بعد كده ارجع اسمع البودكاست. حاجة كمان، انا منزله البودكاست على صفحه الفيسبوك، منزلاه مع صور من الفيلم، منزلها بالترتيب اللي هتكلم فيه في الحلقه، عشان لو حابين تشوفوا الصور معظم المعاني والرموز اللي شفتها في الفيلم هتلاقوها في البوست. فلو امكن تتابعوا البوست وانتوا بتسمعوا البودكاست، ده هيخليكوا تندمجوا وتتبسطوا اكتر. نخش في الفيلم. الفيلم بيبتدي ان هو يديك خلفيه عن حياه البطل حسن وعلاقته بكلب رامبو. قد ايه حسن متعلق برامبو، وان رامبو بشكل ما فعلا فاهم كلام حسن واوامره من كتر ما هم قريبين. فبتحس ان رامبو كلب ذكي وجميل وكيوت ويتحب. حسن اللي هو عامل دوره عصام عمر، بيشتغل سيكيورتي في مكان ما في الزمالك، عايش مع والدته، ووالده مش موجود، واحنا في اول الفيلم ما بنكونش عارفين سبب عدم وجود والد حسن. من اول خالص في الفيلم بتشوف جاكيت اليونيفورم بتاع حسن من قدام. بنلاقي البادج بتاع الجاكيت مكتوب عليه كلمة كايرو بخط واضح وظاهر في جاكيت حسن جدا. كلمة كايرو لها معنى هتحسه واحنا ماشيين في الفيلم. في ظهر الجاكيت بقى من فوق كده مكتوب كلمة security اللي هي أمن بالإنجليزي، بس ناقصة حروف، ناقصة حروف الإي والآر. طبعا الحروف الواقعة بتدل على مدى بساطة حل حسن، وكمان الحروف الواقعة بالنسبة لي كان ليها معنى تاني، كانت مخليه الكلمة تتقري سو كيوتي. ف وانا ماشية في الفيلم كنت حاسة ان دي شخصيته، سو كيوتي، هو حد كيوت وطيب وغلبان. فيمكن عشان كده هم قصدوا ان هم الحروف دي اللي ما تبقاش باينة تحديدا في كلمة security. بعد كده بتظهر مشكلة حسن الكبرى، الأسطى كارم عايز يطردهم من بيتهم عشان يكبر ورشته، يطردهم ولو على جثتهم. وحسن السو كيوتي مش عارف يدافع عن نفسه ولا عن والدته ولا عن بيته. في القعدة مع الأسطى كارم ده في ورشته وهو عمال يقول لهم انه هيطردهم ويديهم ملاليم، بنلاقي الأم هي اللي بتتكلم وهي اللي بتدافع وهي اللي بتحاول، وحسن نادرا ما بيرد. في اللحظة دي تحديدا والمشهد شغال، بنلاقي حسن مركز مع حاجة في الأرض، مركز مع صرصار مقلوب على ظهره بيحاول يقاوم، بيحاول يفضل عايش في أرض الورشة. أنا كنت شايفة في نقطة تماس ما بين حسن وما بين الصرصار. إن هو حرفيا في الموقف ده هو الصرصار اللي بيحاول يعني إنه يعيش ويقاوم، بس هيعمل إيه؟ هو مجرد صرصار. ممكن تشوفها إنها كمان دليل على إن هو قلبه طيب ومهتم بالحيوانات لدرجة الصرصار، فالصرصار صعب عليه. ممكن، بس أكتر حاجة حسيتها إن الصرصار زي ما يكون رمز الحسن المقهور. بعدين الدنيا بتمشي والفيلم بيكمل، حسن بيروح شغله، بعدين بتظهر المشكلة الكبرى اللي في الفيلم. حسن راجع من شغله بالليل،
لوستا كارم بيكون موجود بيستقصده. ساعتها حسن قال لرامبو ان هو يطلع فوق. رامبو بيسمع الكلام وبيطلع، وبيسيب حسن مع لوستا كارم اللي يفضل يقرف حسن ويذله، يقول له انت ما بتسلمش عليا ليه؟ ارجع ورا كده واعمل نفسك بتسلم عليا وانا هقبل ومش عارف ايه. فضل يذل فيه، مستنيه حسن يقاوم ولا اي حاجه خالص، عمال يرجع ويتذل. حسن السو كيوتي بيفضل يحاول يسترضيه لحد ما كارم فعليا بيتحرش بحسن. ساعتها حسن بيبتدي يصرخ. ساعتها رامبو بيرجع جري من على السلالم وراح يدافع عن حسن، وقعد يعض في لوستا كارم. وباختصار شديد متحفظ، رامبو عمل للوستا كارم عاهة مستديمة هتفضل ملازمة لوستا كارم طول حياته. هنا بتبتدي الأحداث الحقيقية في الفيلم. حسن طول الفيلم عمال يحاول يخبي رامبو عن لوستا كارم الشراني. لوستا كارم عايز حسن يجيب له رامبو عشان ينتقم منه، عشان الكلب جاب له عاهة مستديمة. لوستا كارم ده اللي هو من قبل كده أصلا ما كانش رحم حسن وأمه حسن وعايز يرميهم في الشارع، فتخيل هيعمل ايه في الكلب. لا، وبعدها لوستا كارم قال بشكل صريح يا الكلب يا هطردكوا، على اساس ان هو ما كانش هيطردهم اصلا من شويه من غير كل القصه دي، من غير كل موضوع الكلب والكلب كان بيدافع عن حسن اصلا. حسن المتعلق بكلبه مش عارف يحميه ازاي. فكر اول ان هو يلجأ لشغله، بس مدير شغله رفض ان هو يقوي الكلب جوه الشغل. فراح حسن لاجئ لحبيبته السابقه اللي بنكتشف انها اتخطبت لحد تاني. وطول الفيلم حاسين هي ازاي بتحب حسن، فهي ليه اتخطبت لحد تاني؟ برضه هنفهم في اخر الفيلم ليه. حسن في رحلته للبحث عن منفذ لخروج رامبو بتصاحبه تسجيلات من باباه. بنكتشف ان ابو حسن ليه مش موجود في حياته. ابو حسن فجأة اختفى من حياتهم. ابو حسن لما كان بيزعل كان بيسير بيت ويطفش ويرجع تاني، لحد ما مرة طفش تماما ومرجعش تاني، ومحدش يعرف هو راح فين. وساب حسن ومراته، مرات اللي هي زوجته اللي هي ام حسن، سابهم لوحدهم. يمكن هنا حسيت بالتيمة بتاعت لقد تركنا وحدنا في العالم، وإن الأب وفقا لفهمي لفرويد كتير من المشاكل العميقة معاه ليها علاقة وطيدة بشكل علاقتك بربنا. فحسيت ده في نقطة اختفاء الأب اللي فعليا مأثر على حسن. آه يعني هي حتة ثيولوجي شوية، بس أيا كان ممكن نقول النقطة النفسية، يعني إن هو مأثر على حسن ومخليه حد مش عارف يدافع عن نفسه في أحلك الظروف، زي ما احنا شفنا في لقطة الصرصار اللي قلتلكوا عليه. تسجيلات الأب القديمة لحسن في عيد ميلاده كانت بتبقى لقطات كانت بتبان كل شوية وكل شوية. لعيد ميلاد كان حضره أبو حسن، يعني كان حاضر عيد ميلاد حسن، ففي تسجيلات اللي هو بيغني معاه. والأغنية دي برضو اتبروزت في آخر الفيلم، وما كنتش متخيلة عمري إني ممكن أسمع أغنية آه، غريبة كده، بس برضو هنتكلم عنها في الآخر في وقتها. المهم، حسن بيفضل يلف وراح كل حتة، ملقاش مكان يقوي رامبو غير في الآخر خالص في شلتر. وهو بيسلمه للشلتر، لوستا كامل بيضرب نار على رامبو في الشلتر. بس ساعتها الواحد قلبه كان هيتخلع من مكانه، وبجد يعني الواحد كان قاعد خايف وقلقان على رامبو وعلى حسن. كمان نشوف حسن وقهر الدنيا حرفيا مرسوم على وشه، وهو مستني الدكتور البيطري يقول له ايه اللي حصل لرامبو. بنشوف ورا حسن وهو بيسمع كلام الدكتور، بنشوف قفص فيه قرد، والقرد ده عمال يتحرك. ده له رمزية. الوعي الشعبي معلوماته عن داروين انه الراجل اللي قال الانسان اصله قرد، بغض النظر عن نظرية داروين نفسها بتقول ايه، بس رمزية القرد انه ده احنا القرد المحبوس في قفص اللي ما عندوش حل غير انه يفضل في القفص. دي رمزية عني وعنك، انا وانت القرد المحبوس في قفص الدنيا، محبوسين ومش عارفين نعمل ايه. المهم نرجع لأحداث الفيلم. دكتور الحمد لله بيقول لحسن ان الكلبين يعني ان رامبو بخير. المهم يعني رامبو كويس، عنده عين بس اتصابت، بس هو لسه عايش.
الواحد كان خلاص كان هيسيب الفيلم، كان هيقوم ويسجد شكرا للباري. ربه بخير الحمد لله، مش مهم ان في عين طارت، عنده عين تانية وهو كويس، بس الحمد لله. بعد كده بتيجي لقطة لحسن في جامع، بيقعد تحت عمود مكتوب عليه اسماء الله الحسنى. بعد كده الكادر بيصوروه قاعد تحت اسمين من اسماء الله الحسنى، المعز المذل. وطبعا ده فيه اسقاط واضح جدا على حال حسن. هنلاحظ في الفيلم ان المذل مكتوبة بالذال، مش مكتوبة بالذال، مكتوبة بالزين. يمكن المخرج كان قصده المذل بحرف الزين، من الذي يصيبك بالزلل، الذي يجعل قدمك تزل وتخطئ. يعني حاساها براعم الإلحاد شوية، بس ماشي يعني. بس يمكن في احتمالية تانية ان لو قارنت الزين في المعز، يعني لو شفت الصورة، يعني ممكن تشوف الصورة زي ما قلت لكم على صفحة الفيسبوك، هتلاقي المعز الزين باينة فيها واضحة جدا، انما المذل هتحس ان هي لا ذال ولا زين شكلها. ففي احتمالية تانية بعيد عن الاحتمالية العميقة بتاعت ان هي يقصد المذل من الذي يصيبك بالزلل. آم، يمكن هي غلطة منه ببساطة، يعني ممكن الراجل اللي كان بيكتب المذل كتبها في النص ما بين الزين وما بين الزال، بس انا برجح الاحتمال العميق الاول بصراحة. ومش بعمل حاجة ولا حاجة، انا بهزر يعني، بس يعني هي فكرة اللي هو يجعل قدمك تزل يعني. القصة الأولانية بتاعت آدم والشجرة وكل القصة دي يعني. المهم حسن في الجامع تحت كلمتين المعز المذل أو المذل، بيمسك جاكيت الأمن بتاعه وبيقطع كل الحروف بتاعت سو كيوتي، مما يؤكد من وجهة نظري إن هي كانت مقصودة، الحروف دي تحديدا. بيقعد يقطع فيها، ما بيحاولش يصلح الجاكيت، وبيطلع بالجاكيت كلها من غير الحروف اللي ورا. حسن ما بيبقالوش حل غير إنه يلجأ لخطيب ركين، اللي هي تقريبا كان اسمها أسماء في الفيلم، أنا فاهم مش فاكرة. ساعتها بقى بنكتشف هي سابت حسن ليه. خطيب ركين راجل كبير ومخلف، حتى ما شفناش وشه، بس دي برضو رمزية انه الناس البسيطة أم، في الغالب ما بتتجوزش حبيبتك، بيسرقها منك حد من جيل اكبر مكون نفسه، وانت بدورك بتكبر وتكون نفسك وتسرق حبيبة حد اصغر منك. على حد وصف شاب مرة كان باعت رسالة بالكلام ده لبريد الجمعة لعبد الوهاب مطاوع. المهم نرجع لحسن. خطيب ركين بيتوسط له عند حد من علية القوم، تقوي رامبو عندها. وده فعلا كان أصعب مشهد في الفيلم. حسن بيروح يديها الكلب، بيقول لها ممكن أزوره؟ قالت له تمام، بس أنا عايشة في كندا وباجي مصر زيارة مرة كل سنة. ساعتها كانت اللحظة القاتلة اللي حسن بيفرق فيها رامبو، اللي مش هيشوفه تاني إلا فيديو كول، وهو بيودعه. قد إيه حزن حسن كان صادق، من غير دموع، من غير اصطناع، من غير إفكتس، من غير حاجات مبهرة. آه يعني يمكن هو كان واقف وحواليه الأضواء بتاعة المكان، اللي هو العالم لا يبالي انت حاسس بايه دلوقتي، انت بتموت وبتتقطع والانوار شغاله من حواليك. انت كل المشاعر كانت بتاعه الحزن كانت متجليه على على وش حسن. كان مشهد مؤلم 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 بجد. يعني شخصيا انا كنت هعيط، يعني انا دمعت فعلا، وكانت لحظه صعبه جدا في الفيلم. بعدين حسن اللي خسر كل حاجه، وبنكتشف بعديها كمان ان لوسا كان طارد امه وطردهم من البيت خلاص يعني، واضطرت ان هي تنقل تعيش مع عمه يعني. فهو حسن خسر كل حاجه، حسن خسر كلبه، خسر بيته، خسر خطيبته عموما عشان هو عايش في القاهره. هنتكلم عن موضوع القاهره ده في الاخر. المهم حسن راح الحاره تاني، ولع في عربيه كارم ينزل يضربه، بس حسن هو اللي كان بيضربه اكتر. صح، حسن ما انتصرش الانتصار الساحق الماحق يعني الجبار
بس حسن انتقم في حدود المتاح وما بقاش سو كيوتي. والفيلم بيقفل على حسن وامه قاعدين على الارض في المقطم، والاغنيه اللي قلت لكم هقولها في الاخر اللي كان بيغنيها ابو حسن لحسن في التسجيلات، كان بيغني الاغنيه بتاعت منير بتاعت وكل شيء بيتسرق مني. الاغنيه اسمها شجر الليمون. الدبلان على ارضه، ده باقي الاغنيه يعني. عمري ما تخيلت ان انا ممكن اسمع اغنيه اسمها شجر الليمون، هو اندمج معاها او اريليت ليها. بس لما بتسمع الاغنيه وتربطها بكايرو اللي كانت ظاهره على الجاكيت، بتفهم يعني معنى شجر الليمون ده بلمع على ارضه ايه، وبتفهم انها القاهره التي تقهرنا وتقتلنا وتدهسنا جميعا. بس كده الفيلم خلص. اتمنى تكونوا اتبسطتوا. في حاجه اخيره بس عايزه اقولها قبل ما نخلص. آه، اخر صوره في بوست الصور اللي انا حطاه كوميك في اخر الصور خالص. الكوميك ده موريك فرق صورتين. فوق حد بيقولك قد ايه الشاعر مبدع في قصيدته والرموز عميقة، وراجل منفعل جدا ان هو يحاول يشرح لك قد ايه الشاعر مبدع في قصيدته. وتحت صورة ان الشاعر كان ببساطة هاي وما يقصدش كل الرموز العميقة بالكاف دي. فمش هتفهم الكوميك غير لو شفته عموما يعني، بس افتحوه يعني. بس ممكن ده اقوله عن تحليل الفيلم. ربما الكاتب كان فيه رموز يقصدها وحاجات تانية ما يقصدهاش. مش هقول كان هاي بس يعني انا بألف يعني، بس ببساطة كان ممكن يكون في رموز هو ما يقصدهاش. آه، في رموز ما يقصدهاش، في رموز يقصدها ربما. دي رؤيتي. وفي حاجات قطعا مقصودة يعني جاكيتته وكايرو بتاعت القاهرة دي حتما حتما مقصودة. بس كده. اتمنى تكونوا اتبسطتوا. اي ريفيو انا سايبه الصفحه بتاعت الفيسبوك، وسايبه ايميلي، واي ريفيو اي وجهه نظر في الكلام تحبوا نتناقش في الموضوع، هحب ده جدا. بس كده.